الزمالك هيفضل هو اللقمه اللي بتقف في زورك. هو في ايه؟ هو الزمالك عامل لكم ايه في دماغكم؟ هو الزمالك تعبكم قوي كده؟ حارقكم قوي كده الزمالك؟ طب لو الزمالك تعبكم قوي كده والدنيا كلها مش طايقاه، طب ما نقفله، نقفل النادي، نبطل نشجعه. حاجه مش طبيعيه بجد، وبجد انا مش فاهم ليه بيحصل كده اصلا. هو الزمالك عامل لكم ايه يعني؟ قبل ماتش الاهلي والزمالك اللي فات كل القنوات، كل البرامج، كل الاعلاميين، كل الضيوف، الزمالك احسن، الزمالك مستقر، الزمالك فرقته اجهز، الزمالك اقرب للفوز، الزمالك افوق، الاهلي فيه مشاكل، اوضه اللبس فيها مشاكل، الاهلي مش فايق، الاهلي مش جاهز، الاهلي فرصه ضعيفه. الماتش يتلعب والاهلي كسب. بعد الماتش هي نفس القنوات بنفس البرامج بنفس الاعلاميين بنفس الضيوف، الزمالك المشاكل، الزمالك هيفلس، الزمالك ما فيهوش فلوس، اللعيبه بتطلب مستحقاتها، فلان هيمشي، فلان طالب يفسخ عقده، المدرب ده لازم يمشي، الزمالك مليان مشاكل، الاهلي بيقرب، الاهلي رجع، الاهلي الفريق اللي مهما خسر يقدر ياخد الدوري. ناس بقت بتصحى من نومها تلبس بدلتها وتنزل تاخد عربيتها رايحه على الاستوديو، عندهم سكريبت محفوظ، هم عارفين هم رايحين يعملوا ايه. فهتلاقي فجاه كل القنوات بقت تتكلم في مشاكل الزمالك ليل ونهار، وكأن ما عندهمش ماده غير كده. فالسوشيال ميديا تشتغل والجماهير تشتغل والضغط يشتغل، وفي يوم وليله صدرنا للزمالك كل المشاكل. الزمالك اللي مش مكتوب له يقف على رجليه ابدا، الزمالك اللي كل ما بيجي يشم نفسه وياخد خطوه لقدام تلاقي 100 ايد بتضغط عليه تغرقه لتحت. مجرد ما بدانا نعمل شركه كوره ونجيب ناس مسؤوله تدير ونعمل فرقه ونقف على رجلنا، هوب الارض بتتسحب، هوب ديون، هوب فلوس، هوب الدنيا كلها بتحط عليك، هوب اقع يا زمالك عشان ما تقوملكش قوم. كل ده ليه؟ عشان في كيان بعينه مدلل احنا عايزين نديله كل حاجه ونخليه هو اللي في الصداره في كل حاجه، فهندوس على رقبه امك انت واللي بيشجعوه، مع شويه اعلاميين مضللين كل شغلتهم ان هم ياخدوا سكريبت متوزع عليهم يطلعوا يقولوه يرصوه عشان يصدروا المشاكل اكتر للزمالك ويزودوا الضغط واللود على الزمالك. بس حبيبي انا وهو بقول لك انسى، الزمالك مش هيفلس ولا هيعلن افلاسه ولا هيقع ولا هينهار ولا هيبقى الاسماعيلي ولا هيبقى الترسانه ولا السكه الحديد ولا مش هتشوفه تاني. الزمالك هيفضل هو اللقمه اللي بتقف في زورك، الزمالك هيفضل هو الكيان اللي بمجرد ما بيشم نفسه ويبتدي يعرج حتى ولو على رجل واحده انت ركبك الاتنين بيخبطوا في بعضهم وبتترعب. الزمالك الكيان اللي بجمهوره يقدر يقف قدام جيوش، الزمالك اللي ولا اعلامك ولا نظامك ولا اي حد تبعك هيقدر يهزه او يوقعه. الزمالك هيبقى الزمالك. وفككوا بقى من نغمه مشاكل الزمالك والزمالك هيفلس والزمالك مديون والزمالك عليه فلوس واللعيبه عايزه تمشي، عشان مفيش حاجه من دي هتحصل. ولو في فعلا مشاكل في الزمالك واحنا معترفين وعارفين ان في مشاكل في الزمالك فاحنا هنقدر نحلها، والزمالك بجمهوره هيفضل واقف وصامد قدام اي ريح مهما كانت قوتها. وهيعيش الزمالك طول ما هو عايش جمهوره العظيم اللي هو اعظم جمهور في الكون.